الحقيقة شكر الله عز وجل وحمده من أعظم الأسباب التي تحقق البركة، ودي سمة السلف الصالح. لما يجوا له خبر حلو ونعم الله سبحانه وتعالى بيحمد الله عز وجل، بالأحسن بقى تسجد لله شكرا، لأن من موجبات الحفاظ على النعمة أن تشكرها. وربنا سبحانه وتعالى هو القائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولكن الشكر ده يبقى عشان نفهم معنى شامل، ينبغي أن تعترف بالنعمة باطنا، يعني من جواك وفي نيتك إن ربنا هو المنعم. الأمر الثاني أن تتحدث بلسانك تحمد الله عز وجل، بل إن من أعظم الطاعات عند الله سبحانه وتعالى الحمد، بل إن أفضل الدعاء عند الله سبحانه وتعالى الحمد. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. طب وإيه علاقة الدعاء بالحمد؟ أيوة، حتة مهمة بقى، إن أنت لما تحمد الله عز وجل ربنا يعطيك أكتر. يبقى الشكر الاعتراف بالقلب، ثم اللسان، ثم الجوارح. المعصية والعياذ بالله ضد الشكر، ولما ربنا عز وجل ينعم عليك يبقى ينبغي ان يتترجم ذلك على جوارحك بالطاعات وتقديم لخير الناس. يبقى انت كده ايه، كما يقول ربنا عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يبقى الطاعات شكر الله سبحانه وتعالى، والبعد عن المعاصي. ما هي المعاصي بقى بتضيع البركة، ليه؟ لأنها ضد الشكر أو ضد الحمد. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقطة هامة جدا تعرف عن نعم الله: أنك تنظر إلى ما هو أدنى منك. يبقى في أمور الدنيا اللي عنده عربيات وسيارات وقصور، تمام، تنظر لما هو أقل منك، تعرف نعمة الله عليك. إنما في أعمال الطاعات والعبادات انظر اللي هو أعلى منك. يبقى الإنسان اللي بيصوم اثنين وخميس وبيحافظ دائما على صلاة الليل ويكثر من تلاوة القرآن، ده اللي تنظر له. من أعظم صور العلاج النفسي هو الرضا، والإنسان يكون دائما الحمد لله سبحانه وتعالى. أنت لما تقول الحمد لله رب العالمين، ده أنت خدت إيه؟ ده أنت خدت مئات الحسنات، لأن كل حرف ده آية في القرآن الكريم، بل آية في أعظم سورة في القرآن الكريم وهي سورة الفاتحة. ربنا أنعم عليك نعمة، فإذا حمدت الله عز وجل كان هذا الحمد أفضل من النعمة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان هذا الحمد أفضل من تلك النعمة. أحب الكلام عند الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلمات عند الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه الكلمات الهامة والضرورية منها الحمد. فأنك إن حمدت الله سبحانه وتعالى الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. يعني الحمد لله تملأ ميزان الإنسان عند الله سبحانه وتعالى في حسناته وفي مكانته إن شاء الله.